قلت لصاحبي: هل تعلم أن العلاقة بين الزوجين علاقة صداقة إلى جانب أنها في الأساس علاقة عقد موثق؟ فقال: لا أدري. فلما قرأت عليه قوله تعالى: وصاحبته وبنيه، عجب من ذلك. فقلت له: لا تعجب، يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة صداقة حتى تبقى الألفة والمحبة مع شيء من المجاملات اليسيرة بينهما، تماما كما يقع بين الأصدقاء. دعوني أستعرض معكم بعض واجبات الصداقة، وعليكم أنتم أن تطبقوها على حياتكم الزوجية. كلما زاد رصيدكم منها كلما كنتم صديقين أكثر. الصداقة تحتم على كل صديق أن يدعم صديقه حين يحتاج أو ينكسر. الصديق وقت الضيق، الصديق يتحمى صديقه ولا يتذمر منه مهما عمل معه، يتعاطف معه، يحزن معه لحظة الحزن، يفرح معه في ساعات الفرح. الصديق يعرف مفتاح شخصية صديقه، ولذلك يتعامل معه على أساسها، يأنس به، يقضي معه أجمل أوقات المرح، يلتزم الجدية مع صديقه أحيانا في الوقت طبعا اللي يحتاج إلى هذه الجدية. الصديق يبقى على صلة دائمة بصديقه رخاء وشدة، لا يطالبه بفدية لما يتلفه أو اعتذار حينما يخطئ في حقه. أيضا هو ليس حساسا من صديقه، ويعرف أنه لا يمتلك صديقه بالطبع ولا يمتلك كل علاقاته، لكنه يحب أن يكون أكثر الناس قربا منه. الصديق أيها الزوجان يساند صديقه في تحقيق أحلامه وطموحاته وإن لم يؤمن بها. الصديق يستشير صديقه ويأخذ برأيه ويصغي لما يقوله بحرارة واهتمام بالغ، يقبل بصديقه على ما هو عليه ويسعى معه ليكون أفضل. أخبرني، كيف رأيت علاقتك بزوجتك أيها الزوج؟ وأنت أيتها الزوجة، كيف رأيت علاقتك بزوجك؟ هل فعلا أنتما صديقان؟ كونا صديقين في الدنيا لتكونا صديقين في الآخرة. لتكونا صديقين في الآخرة. كدت أنهال ضربا على ولدي وهو نائم عندما شاهدت في جواله الذي إلى جوار سريره مقاطع إباحية.